اهلا بيكم في برنامج الت فور. انا قررت النهارده ابقى سلفي، اخوان، علماني، ليبرالي، سبعاوي. شفنا الفتره اللي فاتت دي حاجات كتير قوي. لا مش ده يا جماعه، انا اقصد ان احنا قابلنا، شفنا على التلفزيون اتهامات كتير، وشفنا اكتر من خبر: جنسيه امريكيه، تعديلات دستوريه، جمعيه تاسيسيه، لوازم مكتبيه، ادوات كهربائيه. ما علينا. زي ما شفنا الحلقه اللي فاتت، وش فات الحمامه قالش رخيص. الجماعه ادتنا بومبا، ولما الاخوان قالوا ان محدش من الجماعه هيرشح نفسه كان قصدهم على المدى. وبعدين عادي يعني يا جماعه، اقصد يا شعب، بلاش كلمه يا جماعه. قلنا قبل الثوره محدش يرشح الاخوان، وبرضه رحت رشحتهم. وقلنا برضه محدش يروح يرشح السلفيين، وبرضه رحت رشحتهم. وزي ما السادات قالها زمان: ملهمش امان. وبعدين سوت دلوقتي بقى كله في الشوارع بيلعب كلر فيستيفال. في القاهره بتلعبوا كلر فيستيفال، في كفر الزيات بتلعبوا كلر فيستيفال، في المنصوره بتلعبوا كلر فيستيفال، في المعهد العالي للحاسبات بتلعبوا كلر فيستيفال. وبعدين ايه يعني سلفي يعمل عمليه في مناخيره وطلع وقال انا انضربت على الكوبري، ولا اخوان امه طلعت امريكانيه واخته كمان طلعت امريكانيه؟ انا مع الناس اللي كانت بتقول هترشح حازم صلاح اسماعيل، عشان تبقوا عارفين يعني. بس برضه انا ما كنتش مرتاح له، يعني انا كنت هقول ايه، احسن وحشين يعني. بس طلع هو كمان من اوحش الوحشين. وبعدين المشكله يا جماعه ان انتوا الوقت دوت بتقولوا ان مش ده الوقت اللي احنا بقى ايه نقف له على الغلطه وبتاع. لا، ده هو ده الوقت ان احنا لازم نقف فيه على الغلطه. يعني خلاص احنا صبرنا كتير، وحسني مبارك ما وقفنالوش على الغلطه ولا اي حد وقفنا. مش صبرت ونلت قالش رخيص تاني. ده قفلتني على فكره. المهم، لازم كل مواطن فعلا يراجع نفسه ويستخير ربه ويفتكر ان الشيطان شاطر. شاطر 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 شاطر، واللي بيسمع كلمة بديع شو بنقله؟ شاطر شاطر. قالش رخيص تالت مرة. شاطر شاطر يلي بيسمع كلمة أهله شو منقله؟ شاطر شاطر يلي بيقعد عاقل وحده شو منقله؟ شاطر شاطر يلي بيسمع كلمة أهله شو منقله؟ شاطر شاطر يلي بيقعد عاقل وحده شو منقله؟ شاطر شاطر يلي بينجح بمدرسته ما بيعزق بمعلمته منحبه ومنضل نقله. شاطر 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 يلي بينجح بمدرسته ما بيزعل معلمته منحبه ومنضل نقله. شاطر 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 يلي بيساعد رفقاته شو منقله؟ شاطر شاطر يلي ما بيكذب بحياته شو منقله؟ شاطر شاطر يلي ما بيكسر ألعابه شو منقله؟ شاطر شاطر وبياكل ما بيجوي تيابه شو منقله؟ شاطر شاطر يلي بينجح بمدرسته وما بيعزق بمعلمته منحبه ومنضل نقله. شاطر 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 يلي بينجح بمدرسته ما بيزعل معلمته منحبه ومنضل نقله. شاطر 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 يلي بيسمع كلمة أهله شو منقله؟ شاطر شاطر يلي بيقعد عاقل وحده
بعاوي بدع في اول حلقه. لا ايموشن واحد بيتنك، ما علينا. شاطر. هو نهى الحلقه، نهى الجزء الاولاني بشاطر صح؟ ايه فعلا. طيب انت مش ملاحظ بقى اللي كده الموضوع اوفر قوي؟ اول الثوره يقول لك مش هننزل مرشح، ودلوقتي هننزل مرشح. فعلا هو اللي ذاكر ينجح. طب ايه، انا عاوز اعرف هو الشاطر ده لو جه مسك البلد ايه اللي ممكن يحصل؟ يا اخي ده راجل، ده واحد منتهي الصلاحيه. منتهي الصلاحيه. صغير، عنده ضغط وسكر وصمامات قلب يعني التقارير الطبيه اللي كان مقدمها في السجن عشان يطلع بس افراج صحي كانت حاجات كتير قوي. ارتفاع في انزيمات الكبد، ارتفاع في نسبه الكوليسترول، انخفاض نسبه الهرمون، التهاب شعب مزمن، حصوات بالكلى، مش عارف ايه حصوات بالكلى دي. زي بالظبط لما يجيب لك كوبايه مكسوره وبالذات مخرومه من تحت ويقول لك لا لا عايز اشرب. هو ده نفس المبدا. جايبين لنا مرشح ميت اساسا، اكسباير، منتهي الصلاحيه، ويقول لك انا هرشح نفسي للرئاسه. ما هو يا اما جايبين مرشح ميت اساسا، يا اما بقى كان بيحاول عليها في الاول هو سليم وكان عاوز يخرج. حاجه مش فاهم لها اصل من صوره. ولا هو فعلا. واخيرا يعني في الاخر اكتشفنا السبب الرئيسي لترشيح الشاطر، هو ان اكيد عشان خاطر يتعالج في المركز الطبي اللي بيتعالج فيه مبارك. يعني ابو اسماعيل فكس الموضوع ده عشان امه امريكيه. طب حد يبص عليه كده يا جماعه، ده يكون مشغل اغنيه الدنيا زي المرجحه، يوم تحت وفوق فيها خلقه عايشه ومرتاحه وفيها ناس مش فوق 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 يا نهار ولا حاجه. فوق ايه ده؟ ايموشن واحد لسه صاحي من النوم. ماشي. ده في مثل اتغير، سمعت المثل الجديد بيقول لك ايه؟ تعرف فلان؟ يقول لك اعرفه. شفت باسبور امه؟ لا ما شفتهوش. يبقى انت ما تعرفوش يا معلم. هو ده اللي بيحصل اليومين دول، بقى كل واحد بالباسبور. دلوقتي بقى في ميزه جديده في مصر، لو عايز تعرف جنسيتك جنسيه امك وابوك، تقدر ترشح نفسك للرئاسه على طول، يعرفوك جنسيتك على طول. دي حاجه اساسيه. دلوقتي الاخوان يقولوا لك قل له في ميزان حسناتنا ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. ناقص يقولوا لو ضربك حد على خدك الايسر صدر له الايمن. صدر له وموشن استيراد تصدير. والله كويس، الله يرحم الشيخ حسن البنا، لو كان شاف الاخوان اللي بيعملوا كده قام سبلهم بالدين ورجع لهم تاني. بكره يطلع لك عادل امام يرشح ناس. ليه يا عم عادل؟ يقول لك والله مش انت اللي قلت مطلوب زعيم؟ صح. احنا المفروض نقضي فرقه كاريوكي. ام اسماعيل طلعت امريكانيه. ايه ما اوباما رشح نفسه للرئاسه رغم ان امه امريكانيه. سبحان الله يا اخي، يا لهوي. اوباما امريكاني؟ سبحان الله، ورشح نفسه. اشمعنى حسن صلاح بقى؟ اشمعنى الناس بقى عاوزه عشان هو اخوان؟ والايه؟ الجماعه الجماعه في العشه ولا طارت. الله العظيم الجماعه دول عليهم حاجات حلوه قوي. في جمله دايره في البلد بتقول اللي مش عاجبه البلد دي يسيبها ويهاجر يروح الكويت. الكويت؟ عزيزي قائل هذه العباره، انت لو تعرف تخلص ورقه السفر من مجمع التحرير وحياه ابوك لانتخبك رئيس جمهوريه. مش عارف الناس بتطلع حاجات غريبه قوي اليومين دول. نقلش على وصرات ابو اسماعيل يطلع لنا واحد يقول لك مالكش دعوه ده الشيخ. نقلش على المجلس العسكري يقول لك مالكش دعوه بالجيش. نقلش على الكوره واحد يطلع يقول لك ايه مالكش دعوه بالزمالك. طب يا جماعه خلاص نقلش على مجلس الشعب يقول لك انت بتحارب الاخوان. يا نهار ازرق. نفكر بقى نفكر الناس بالصلاه وقوموا يا جماعه صلوا ومش عارف ايه. بلاش تقلش في الدين. احي للدرجه دي. اخر بقى خلاص انا خايف بكره اطلع اعطس يقول لك قديمه. ما تيجي ونجيب مليج. يلا ونجيب عبد الله. تعالى ونجيب شيكابالا. مالكش دعوه بالزمالك، ما تقلقش على الزمالك بس صراحه. هو ده اللي ناقص. ولا الدستور بتاع مصر انت ايه رايك فيه؟ بص مصر عامله بعد الثوره عامله زي لعبه. اول ما فتح من الفرحه اتشل. هي دي الثوره. بص من الاخر انا بالنسبه لي انا الثوره دي بروفا، كنا بنجرب بلد من الرئيس هتبقى عامله ازاي. فوتوشوب على راي عمرو مصطفى. فعلا انا عمرو مصطفى قال لك فوتوشوب حلو قوي الكلام ده. لا والمشكله اللي يطلع لك عمرو موسى يقول لك ايه بقى؟ عمرو موسى طالع يهاجم شفيق ويقول ازاي رئيس وزراء مبارك يترشح للرئاسه؟
قال يعني خلاص على اساس ان الاستاذ عمرو موسى كان ادمن خالد سعيد. لا اقول لك ايه، تعرف فلان؟ مال طب شفت مسبرمو؟ مال يبقى انت ما تعرفوش. يا خبر. بصوا بقى، احنا عملنا تقرير شامل جدا في اللي حصل اليومين اللي فاتوا عشان نشوف مين اغنى 5 رجال في العالم. مبدئيا رقم 1 كارلوس سليم. رقم 2 بيل جيتس. رقم 3 وليد بن طلال. رقم 4 دارين بوليف. رقم 5 ودي المفاجأة للشعب كله، هو الحاج صاحب مطابع بوسترات أبو إسماعيل. ابو اسماعيل الان للطباعة والتصوير جنب الكلية عندنا. بصوا يا جماعة، أنا بقول أنا عندي اقتراح حلو قوي. يعني أنا بصراحة أنا عن نفسي عاوز أبو الفتوح هو اللي ينتخب، يعني هو اللي يمسك رئاسة. عارفين ليه؟ لأن هو الوحيد اللي لحد النهاردة ما قلشتش عليه. اما طبعا لو كان عمر سليمان انت بقى رئيس جمهوريه، ولا اذا كان اي حد من اللي احنا قلشنا عليه ده كله مسك رئيس جمهوريه، هيتحط علينا لو سبعاوي حط السنين والايام. ده احنا هنشوف تعليقه سودا. ربنا يعدي القناه دي على خير. عمر سليمان لا قدر الله نجح في الرئاسه، لازم تتبع الخطوات دي. خطوات اساسيه يا جماعه ولازم كلنا نتبعها. اول حاجه غير صوره بروفايلك. تاني حاجه اعلن ان حسابك كان مسروق على الفيسبوك وايميلك من يوم 25 يناير. وبعدين اعمل ان انت استرديت نفس الحساب بالايميل في الوقت ده، وان انت مالكش اي علاقه باللي انكتب. ولو كان ليه تصريح في الصحف والجرايد الرسميه على طول اطلع ونزل تكذيب للنشر ده. وانزل لاصحابك المحترمين المؤدبين، الناس الكمل بتوع احنا اسفين يا ريس، ورجع لهم تاني يا ابني، الناس دي مش هتتعوض. ولو كان معاك اي منشور ضد الفلول اوعى تحرقه، على طول ابلعه او انضغه. واقطع علاقتك بكل الثوار اللي زيهم. وما تسيبش دقيقه تمر من حياتك الا وانت بتقول الشهاده واذكر ربنا. اوعى تتأسف، اوعى تنسى تتأسف للراجل اللي واقف ورا عمر سليمان. وخلي بالك اهم حاجه، لو كنت طلعت في تلفزيون في قناه على اليوتيوب، قناه على اليوتيوب، على طول اطلع على طول بعديها وقول ايه؟ ان في حد كان منتحل شخصيتنا. اوبا، تخيل في واحد منتحل شخصيتي، منتحل شخصيتي سبعة. هنبقى نعمل فيديو هنحطه بتاريخ قديم ان احنا كنا تحت التهديد فعلا، ونجيب واحد واقف ورانا ماسك لها سكينه، وواحد واقف معاه خرزانه والكتريك، وبعد كده نبص هيحصل فينا ايه. انا خايف بكره اروح اشيل البوستر بتاع عمر سليمان الاقي وراه الراجل واقف ورا عمر سليمان. تبقى مصيبه يا جدع، يبقى وراه في التلفزيون ووراه في البوسترات دم راجل صحيح. نشوفكم الحلقه الثانيه وتابعونا. الت فور. الاعتذار ده مش خاص بالحلقه دي، الاعتذار ده خاص بالحلقه اللي فاتت بالنسبه للفنان سعد الصغير، والونش عايز يقدم اعتذار. مع اني ما بسمعكش يا سعد، وانت مطرب شعبي وانا مش من اللون الشعبي، بس انت كبرت في نظري. احنا اسفين يا ابو سعد. ودي اقل حاجه نقدمها للفنان الكبير سعد الصغير. عامل ستوب يا رجاله؟ اعمل ستوب يا ريس. اكيد. مين في الحلقه على كده؟ استنى كده ثواني. اتفضل. تابعونا مع قناه الت 4.